بكمل معاكم قصص ستات والقصة التانية، بس المرة دي مش قصص ستات بقى، قصص بنات. ليه بنات؟ بيجولي كتير بنات في العشرينات، يعني اللي هو 21 22 23 وساعات اكتر. احنا في مرحلة ما قبل الجواز، يعني يا اما في الخطوبة يا اما ما قبل الخطوبة يا اما احنا لسه في مرحلة الارتباط، المرحلة اللي انا بكرهها جدا واللي عندنا هنا بتطول بشكل غير مفهوم خالص. هي الارتباط ده اللي هو الغير رسمي ده اخره شهرين 3 ويبقى الاهل عارفين، وفي اخر الشهرين 3 يا عم يا تتقدم يا باي باي. يعني فكرة ان هو استنيته سنتين واستنيته لما مش عارفة ايه ايه ده يعني ايه ارتباط سنتين ده؟ يعني طب هتتخطبوا كام سنه بقى؟ يعني ما فيش، الكلام ده غلط. الكلام ده هو اللي بيخلي البنات تشتكي، الكلام ده هو اللي بيخلي البنات قلبها يوجعها وقلبها يتكسر، وان هو بعد السنتين يسيبها متعلقه. هي دي المشكله. فاحنا عندنا الدنيا اسهل واسرع، المفروض تكون من كده بكتير. هو يا عم انا اتعرفت عليه، لقيته كويس، معجبه بيه، هو معجب بيا، تمام، بنبتدي نفهم بعض، بيبتدي الموضوع يتكلم، نخش في الجد. شهرين 3 على التالت ماما بابا اتفضل اتقدم. ما حصلش ولسه بقى هيكون نفسه، لا يا حبيبي روح كون نفسك ويبقى تعالى. لكن العلاقة انها تفضل مستمرة بطريقة غير رسمية وهو بيكون نفسه ليه؟ ما يمكن يجيلك حد احسن منه 100 مرة. فانا بس يعني ايه، جملة اعتراضية كده، بكره كلمة الارتباط دي. طيب البنات اللي في المرحلة دي بيبقى عندهم مشاكل شبه مشاكل المتجوزين وبيفضلوا مكملين. ليه احنا يعني الستات التانية بتكمل علشان اللي ما عندهاش بيت واللي ما عندهاش دخل واللي عندها عيال اللي مش عارفة تصرف عليهم بيستحملوا. لكن حضرتك تستحملي ليه بقى؟ عشان بتحبيه؟ لا انا اسفة ان اقولك ان ده مش سبب كفاية خالص. يعني استحمله علشان هو ابن ناس ومحترم واصيل، بس هو لسانه طويل، بس هو بيشتم، بس هو بيتنرفز عليا طول الوقت، طول الخطوبة خناقات. فاستحمله ليه؟ يعني ليه نستحمل مشاكل المتجوزين واحنا مخطوبين؟ احب اقولك يا روح قلبي انه الخطوبة دي المفروض رحلة من السعادة والمرح والانبساط والتعارف، ومليانة لحظات حلوة نفتكرها بعد كده، ومليانة رومانسية ودلع وشقاوة وخروجات وكل الحاجات دي. الخطوبة مش فترة نتخانق فيها خالص. الخطوبة مش فترة انه هو مثلا يبقى متعصب من الشغل فيقفل في وش السكة. لا دي مش الخطوبة. لو الخطوبة بالشكل ده باي 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 باي. اصل هي دي مش ريد فلاج بقى، ده ريد فلاجز كتير. انه لو الشخص بيتعامل معايا كده في الخطوبة اضرب الجواز في 20. فهي زي الترمومتر كده. لو انا لقيت انه نتخانق على طول، مشاكلنا كتير، صوته بيعلى عليا، انا مش مبسوطة ومش مرتاحة ومش سعيدة ومش حاسة ان انا مسنودة وحاسة بالوحدة وانه لا انا مش مرتاحة، اكمل ليه؟ لانه لو كملتي يا حبيبتي 99.9999% هتطلقي. لانه الخطوبة اللي بالشكل ده لا يمكن تنتهي بجوازة ناجحة، مستحيل. الخطوبة اللي فيها خناقة يوم يوم لا، مشاكل مع اهله، هو مشاكل مع اهلك، بيغلطوا في بعض، يعني المشاكل بتبقى واضحة، بس احنا بنقصد نغمض عينينا. صوت عالي من الناحيتين، مفيش توافق، مفيش حاجة بنحبها زي بعض، هو بيحب حاجة وانا بحب عكسها، معرفناش نتقابل في نقطة. طب مكملين ليه؟ أرجوكي قولي لي مكملين ليه؟ ما بفهمهاش خالص بصراحة. ساعتها يلا خلاص باي باي، ما حصلش نصيب. ليه؟ لأنه يعني إن إحنا نخلص العلاقة دي في الخطوبة أو قراية الفاتحة أو في مرحلة الارتباط مش أسهل ولا أرحم. يعني هي مفيش وجه للمقارنة بينها وبين الطلاق. دي قصة ودي قصة تانية خالص. إن شاء الله تتخطبي 10 مرات مش مهم، بس الطلاق ده قصة تانية، له مشاكل تانية، له عيال، له دنيا تانية خالص. لكن لو احنا على البر براحتك، مش عاجبك امشي، قولي، اتكلمي، ما ترضيش.
لانه الرضا دلوقتي يساوي دمار قدام. فارجوكم البنات الصغيرين خدوا بالكم من الكلام ده قوي. وساعتها يعني الناس بتسأل ليه نسبة الطلاق زايدة؟ علشان طول الخطوبة في مشاكل وفي حاجات بتقول ما نكملش وواضحة زي الشمس، بس احنا بنكمل ليه؟ علشان خلاص حجزنا الفرح، جبت الفستان، عشان حجزنا القاعة، خلاص البياض، الراجل اللي مبيض جه، خلاص فرشنا الستاير. في داهية كل ده في مقابل انك تعيشي حياة زوجية مستقرة. ارجوكي خدي بالك.